وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فلا يغرنك انتفاش الطغاة، ففي قمة ثقتهم بالنصر يقلب الله الموازين وتأتي الهزيمة من حيث لم يحتسبوا. يمكرون ويخططون والله ينصر عباده المتوكلين. آخر منشور وضعه جمال الدين الشاوي عبر حسابه في الفيسبوك يوم 22 جانفي. خرج على متن سيارته ولم يعد ولم يلقى له أثر. عائلته أبلغت الجهات الأمنية وناشدت المواطنين مساعدتها في عملية البحث عنه. تمت خروج الحماية المدنية والمواطنين في عملية استنفار للبحث عن جمال الدين الشاوي. عثر على ملابسه، ثم عثر على سيارته، أما اليوم عثر على جثة مدفونة بقرية التوميات بالحروش منذ ساعة. فرقة الدرك الوطني وعناصر الحماية المدنية تنقلت على الفور إلى عين المكان لتحديد هويتها، لكن بعد ساعة من عثور على الجثة أعلنت الحماية المدنية عن توقيف عملية البحث، لأن جمال الدين الشاوي وجد جثة بمنطقة التوميات بلدية الحروش ولاية سكيكدا. عثر عليه في أكياس مدفون ومذبوح من الوريد إلى الوريد. جمال الدين الشاوي وضع منشور كأنه يقصد أشخاص معينين. جمال الدين الشاوي كان رئيس بلدية سابق لبلدية السبت، جمدت رئاسته، وهو الآن محامي لدى مجلس القضاء. حارب الفساد بكل ما له من معنى. فمن تجرأ وقتل جمال الدين الشاوي بهذه البشاعة وبهذا الحقد، هل هو في منشوره يقصد أشخاص؟ هل نفس الأشخاص الذي قصدهم وهم الماكرين نفسهم الذين قتلوا جمال الدين الشاوي؟ نتمنى القضاء الجزائري أن يعرف من خلال تحقيقاته من هم الأشخاص الذين قتلوا جمال الدين الشاوي ويطلق عليهم أقصى العقوبات. نعزي الشعب الجزائري عامة والشعب السكيكدي خاصة بوفاة هذا الرجل الصالح محارب الفساد جمال الدين الشاوي. إن ربي يرحمه ويغفر له ويحتسبه من الشهداء يا رب. كل واحد شاف هذا الفيديو نتمنى أنه يدعي جمال الدين الشاوي بالرحمة والمغفرة يا رب.